كده بعد ما ظهرت الكتير من الألغاز زي إن أحمد بدير طلع شخص حقيقي وطلع ابن الدكتور فايز الغمري، وعرفنا كمان إن البنت روح تبقى بنت الفلاح عوض اللي موت ولاده كلهم، وإنها اتقتلت هي وأمها يوم فرح بنت فايز الغمري. ولكن البنت روح لحد دلوقتي محدش عارف هي اتقتلت فعلا واتقتلت ازاي وجثتها موجودة فين. وعرفنا كمان إن سر اللعنة اللي بيعيشها بينو وكراكيري بسبب لعنة المقبرة الفرعونية اللي جدهم وعوني كان مخططين لسرقتها. يعني تقريبا كل الألغاز اتعرفت، وفاضل بس نعرف سبب حريق الفندق ومكان جثة وسبب قتل البنت روح، واتقتلت ازاي وعلشان ايه، وليه الفلاح اصلا ابتدى يقتل في ولاده كلهم. هتكلم في كل ده بعد الفاصل اللي جاي. ومحدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا، حاجة غريبة حاجة غريبة. اهلا بيكم مرة تانية من جديد. طبعا انتهت احداث الحلقتين اللي فاتوا بان طومان يبقى ابن فايز الغمري مدرس التاريخ، بعد ما عرفوا ده من شريط الفيديو بتاع فرح بنت فايز الغمري. اكيد هيكون طومان معاه سبب حريق الفندق بالظبط، وكمان علاقة باهر الشاذلي وعون باللي حصل، وهيقول لهم ان باهر الشاذلي وعون ابنه كانوا علشان يطلعوا الآثار اللي في المقبرة كان لازم يتخلصوا من كل الناس اللي في القرية علشان أمرهم ما ينكشفش، وفي نفس الوقت برضه كانوا عايزين يتخلصوا من فايز الغمري لأنه كان بيساومهم إنه يقسم في المقبرة يا إما يبلغ الشرطة. فقام باهر الشاذلي وعوني ابنه بعزومة فايز الغمري بإنه يعمل فرح بنته في الفندق، وكمان عزموا في اليوم ده كل أهالي القرية على الأكل في الفرح علشان بعد كده يحرقوا الفندق بيهم كلهم ويتخلصوا منهم. واللي نفد من الحريق كان أحمد بدير وأخوه طومان علشان كان متأخر على الفرح ولسه ما وصلش. وفي نفس الليلة دي كان باهر الشاذلي وعوني خاطفين روح بنت عوض الفلاح علشان يقدموها قربان لحارس المقبرة، وخطفوها وحبسوها في صندوق لحد ما يبتدوا يجيبوا الشيخ وينفذوا العملية بتاعتهم. وعلشان كده عوض الفلاح ومراته خرجوا يدوروا عليها، وعلشان كده نجوا من الحريق ده. والبنت روح دي كانت مصاحبة أشرك لأنه كان في سنها، فأمها راحت علشان تدور عليها في القصر بتاع باهر الشاذلي، يمكن تكون راحت لأشرك هناك علشان تلعب معاه، ولكن بتسمع صوتها وهي بتصوت داخل الصندوق اللي كانت محبوسة فيه. وطبعا عملت مشكلة وفضيحة هناك في القصر، وعلشان كده عون اتخلص منها هي كمان ورمى جثتها. وطبعا أشرك كان شايف كل ده وهم خوفوه أكتر بحكاية اللعنة والمقبرة، وعلشان كده أشرك ساكت ومش راضي يتكلم ولا يقول حاجة لحد دلوقتي، وهرب من بينو وكراكيري ومرضيش يقعد معاهم في المزرعة علشان عارف كل حاجة. وأكيد السبب اللي خلى فايز الغمري إنه يروح لبينو وكراكيري فده أكيد علشان المقبرة فيها حاجة مهمة للتاريخ، وكمان علشان مشكلة بنت أحمد بدير تنحل واللعنة تتفك، لأن في الغالب البنت روح ساكنة في جسد بنت أحمد بدير وهتتحل عقدتها بحل لغز المقبرة وإخراجها. والفلاح عوض أكيد بعد كده ابتدى يقتل في ولاده، وده علشان يعوض خسارته ويطلع اللي موجود في المقبرة. فكان بيطلب منه حارس المقبرة إنه يموت حد من ولاده، وبعد ما خلص على كل ولاده برضه ما وصلش لحاجة، قام موت نفسه. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، ايه توقعاتكم لسبب حريق الفندق اصلا، وليه فايز الغمري جمع بين بينو وكراكيري لحل اللغز ده؟